عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا فيديو جديد من مطبخ ماما. انا يويا معاكم، ماما اللي هتقدم الوصفة. هي عبارة عن وصفة شيش طاووق. معانا المقادير بتاعتها. ادي فلفل الوان متقطع، ومعانا هنا هو بيتعمل بوراك الفراخ، بس احنا بنحبه بطعم الصدور. لو انت حابة تعمليه بالوراك عادي، هي نفس المقادير بس بتغيري ديت تبقى وراك. معانا ملح، ومعانا توم باودر وبصل باودر، ومعانا فلفل والبهارات المشكلة وبهارات الفراخ، ومعانا البابريكا والكاري. كل حاجة من الحاجات ديت نص معلقة، والملح معلقة يعتبر كبيرة، و3 معالق مية بصل كبيرة، ومعانا علبة زبادي و3 معالق زيت كبير برضو، ومعانا معلقة صلصة، ومعانا معلقة كاتشب وليمونية، وديت السياخ الخشب احنا بلينها في مية. ويلا نبدأ مع بعض نشوف الوصفة نطبقها ازاي. يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا ماما اهي. ازيك يا ماما، عاملة ايه؟ الحمد لله. ازيك يا يويا؟ الحمد لله بخير. يلا نبدأ نطبق مع بعض الوصفة. شايفين قطع الفراخ اهي، انا مقطعاها مكعبات عشان عندي هنا ما بيحبوش الاوراق، بس شوفوا اهي متقطعه مكعبات. طبعا غسلينها ومنضفينها، وتنفع عادي يعني اللي حابب يا ماما اللي وراك نفس اساسها الاوراق، بس هي الاساس بتاعها يعني الاوراق عشان اللي ما بيحبش الوراك. وبعد كده احنا مقطعين الفلفل اهو، فلفل الوان مقطعينه قطع مكعبات برضو. تمام. والسياخ الخشب دي انا ببلها ساعه. ليه ساعه؟ عشان لو حطيتها من غير ما ببلها ساعه تتحرق. طب وريها لنا كده يا ماما شكلها. طبعا هي حاجه خشب يعني انا برضو بغسلها. خلاص اهي السياخ الخشب بتاعتي اهي، انا غسلاها ونقعاها ساعه. ليه بقى؟ اولا هي خشب فبغسلها طبعا عشان هستخدمها في الاكل. ثانيا علشان ما تتحرقش. لو حطيتها كده من غير ما نقعها ساعه تتحرق على طول. تمام خلاص ماشي. نقول بسم الله ونبتدي. ماشي. شوف مع بعض بقى يا جماعه. معايا ميه البصل اهي. طبعا اللي مش عايزها بس حطينا ميه البصل اهي، اللي مش عايزها خلاص ما فيش مشكله خالص. تمام. وهنحط 3 معالق زيت، يعني هنحط الخليط بتاعنا اللي احنا قلنا عليه كله على بعض. يعني المكونات اللي قلناها نبدا نحطها على بعض. بحط الكاتشب ده برضو بيديني طعم حلو، وبرضو اللي مش عايزه يستغنى بالصلصه بس. تمام. يعني ممكن نحط صلصه بس. بحط البهارات بتاعتي بقى اللي قلنا عليها. حطينا بهاراتي اهو. تمام. هعصر بقى الليمون. الليمونه طبعا بتديني مزازه وطعم جميل جدا. في التتبيلات دايما الليمون بيبقى جميل قوي يا ماما، اساسي. خلاص انا هقلب مكوناتي لما تتجانس مع بعض خالص اهي كده تقريبا تجانست مع بعض كلها. انزل بالفراخ. اقلبها. طب هعمل ايه دلوقتي بقى؟ هنزل بالفلفل معاه. ليه؟ ايوه عشان ياخد من طعم التتبيله. يعني بنحط الفلفل عليه علشان كله ياخد من الطعم مع بعض. ياخد طعم التتبيله بيبقى حلو جدا. في ناس بتحطه كده من غير ما ياخد طعم التتبيله، لكن طبعا لما يتشرب من التتبيله واجي اكله يبقى طعمه جميل فعلا. في حاجه بقى عايزين نقولها برضو للمشاهدين، احنا ممكن ما نتقيدش بالفلفل الالوان بس، ممكن نعمل نقطع بصل بس احنا مش بنحبه فحرام ان احنا نحطه بعد كده نرميه. ممكن نحط مشروم. ايوه. وبنحط كمان طماطم. الحاجه اللي تحبيها حطيها. احنا حرام لو احنا عملنا
الحاجات دي ورميناها. انا عندي محدش بيحب الطماطم اللي هي المشويه دي ولا البصل ولا المشوي، ده حقيقي بس يا جماعه بحطها للي الفلفل بيحب قوي. الحاجات دي بيستخدمها عادي خالص. كده احنا قلبناها بقى مع بعض، بغطيها بستريتش وعينها في التلاجة. انا هعملها الصبح تمام، انا ايه بغطيها بستريتش واحطها في التلاجة. كل ما نعملها بقى يعني بنجهزها من امتى؟ بنجهزها بالليل من ونعملها الغدا الصبح تاني يوم. خلاص يعني بنسيبها تقريبا يا جماعة يوم كامل في التلاجة من بالليل للصبح لحد ما تيجي وقت الغدا بتاعي. وكل ما سبتيها طبعا كل ما دخل فيها التتبيله بقى طعمها احلى، عشان بقيه الحاجه اللي محطوطه عندي في التلاجة ما تاخدش تكرف منها. تمام. يعني دلوقتي احنا هنغطيها بستريتش ونسيبها في التلاجة للصبح ان شاء الله. اهو كده حطيت نص معلقه زيت، نص معلقه بس، نص معلقه نص معلقه زيت بس، عشان بس ايه ادهن بيها عشان ما يلزقش يعني. مش هيلزق يعني. بس برضو بحط ايه نص معلقه زيت. ابتدي بقى ايه اشتغل. طبعا انا باخد الناحيه اللي فيها الايه المدببه دي، ابتدي بيها. وزي ما انا ازوق حاجتي، زي ما انا حابه ازوق حاجتي ازوقها بالشكل اللي انا عايزاه كمان كده اهو. وبحط اللحمه اهي الفراخ قطع الفراخ اهي، ادخل بيها كده اهو. هي بنحطها كده يا جماعه بتاخد شكل قريب من الكباب كده شويه، بس دي فراخ بقى بشكل السيخ يعني. عايزه اقول لكم ان الفلفل ده طعمه بيبقى جميل قوي قوي معاه، وبيدي ريحه لما بتخلص بيبقى جميل. ادي اهو الشكل، وهقفل كده زي ما انا حابه. هو ده شكل السيخ. ابدا نبدا نرصهم بقى. اجي تاني برضو على الناحيه اللي هي المدببه اخد ابتدي ادخل الفراخ اخدها انا كده بالطول عشان تستوي. هي سريعه في السوا يعني، بس احتياطي. وبعدين جميله يا ماما لو قدام ضيوف ولا حاجه، قدام ضيوف اللي بتطلعيها بتبقى حلوه. حتى اللي عايز يعمل دايت ممكن يعملها عادي خالص. والله بتنفع للدايت. طبعا، بس تحطي مثلا معلقه زيت على اللي هي التتبيله، معلقه واحده. احنا حاطين 3 معالق، انت تحطي معلقه واحده عشان تبقى خفيفه عليك. وابدا ارص بقى. ده تكملي كله برضو يا ماما بنفس الشكل نفس الشكل ده. وهي يا جماعه خلاص ماما رصت الصينيه اهي، حاطه بالطول وبالعرض علشان تكفي معانا الصينيه. دلوقتي هنحطها في الفرن. احنا مسخنين الفرن من قبلها. هنحطها على السلكه اللي في النص. لما تستوي نقوم جايين مولعين عليها الشوايه، حاجه بسيطه خالص، وتتقدم وتبقى جاهزه. انت بتتحط في الفرن تقريبا يجي ساعه الا ربع كده، وبرضو على حسب فرنك ممكن تحتاج اكتر او اقل، بس هو يعني ده الرينج بتاع الوقت بتاعها. هنحطها بقى مع بعض في الفرن ونشوفها لما تطلع. اهو الشيش طاووق طلع معانا اهو بقى جاهز. بس ماما هتعمل فيه تركايه كده يا جماعه مختلفه عشان تدينا طعم حلو كده. احمر اهو، احمر واستوى. انا هحط حته فحمه كده. بصي حته فحمه كانت مولعه ماما على البوتاجاز، وبعدين احط عليها معلقه زيت واغطي. ايه غطا بدأ الدخان اهو يطلع. ورينا بس الدخان يا ماما اهو. وهنقفل عليها بقى تدينا الريحه بتاعت الشاي. هياخد بقى طعم زي الكباب كده. اهو الشيش طاووق بقى جاهز معانا وطلعناه، ريحته فظيعه فظيعه جميل قوي. وبرضه ارجع اقولك لو حابه تعملي وراك بدل الصدور اعمليها وجربوها يعجبكم قوي. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لنا اشتراك
للقناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واعملوا لنا لايك كبير وقولوا لنا طعمه ورأيكم فيه في الكومنتات. باي باي، بألف هنا عليكم.